السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوميات أم زياد في فيديو جديد. طبعا الفيديو ده أنا عاملاه للستات اللي في المدن، اللي هم في المدينة، اللي بقوا نفسهم ياكلوا مش ومش عارفين بتعمل ازاي. حلو، فأنا جايباه النهاردة عشان أعمله. أنا جايباه النهاردة حبايبي عشان أعمله. هشرحه لكم بالتفصيل اهوت، على حيث لو واحدة حابة تعمل مش ممكن تشتري كيلو أو نص كيلو على 2 كيلو لبن وتعملهم. كيلو أو نص كيلو على 2 كيلو لبن وتعملهم. عندها خميرة بقى قديمة كل سنة تجددها بقى، كل سنة تجدد كل سنة تجدد. يعني أنا عندي ده من السنة اللي فاتت أهو، عندي ده من السنة اللي فاتت. فأنا بقى حبيت أعمل السنة دي، وحلاوته بقى في الصيف مع الطحينة وكده. تحطها على طحينة على شوية مش تاكلي بقى لما تقولي بس. فانا حبيت اوري الستات اللي ما بتعرفش تعمله. دلوقتي يا حبايبي انا جايبه المره دي 3 كيلو لبن. انا كنت جايبه في الفيديو المره اللي فاتت 5 كيلو للزبده. المره دي انا جايبه 3 كيلو للمش عشان اعمل مش على قدها، على قد واحده ممكن تعملها ايه، بطرمان زي ده وتحطه في البلكونه يفضل عندها طول السنه. اهي يا حبايبي جايبه لكم كل حاجه بالتفصيل اهو. وملحوظه، محدش يحط اللبن في حاجه ألمونيا او استانلس، نحطها في حاجه بلاستيك على حيث اللبن يربط كويس اهو بالنظام ده اهو. بصوا حبايبي اهو، ما تحطوهوش في ألمونيا لان الألمونيا بتغيبه، لكن البلاستيك بيقعدوا ايه يعني يمن وتلف ايه عمل بنفس النظام ده. ده كان لبن حليب طبعا، انا خدت القشطه بردك من على الوش عشان اعملها زبده. فانا استغليت مره جبت جبنه وعملت له عيالي، ومره عملت المش. طبعا كل مره باخد منها القشطه، كل مره باخد منها القشطه. دول 3 كيلو، 3 كيلو وقف عليها ب60 جنيه مع مثلا كيلو مش. انا معرفش المش بصراحه بكام ماشي. فيعملوا لي بتاع مثلا يعملوا 4 كيلو مش مثلا. شوفوا بقى الكيلو بكام بره، هتلاقيه ب50 جنيه ولا بكام اكتر من كده. لكن انا عملته في البيت على ايدي وحاجه نظيفه، ولا حد يعك ولا حد اي حاجه. فانا حبيت اوري للستات اللي نفسها تعمله، لان انا ليا حبايبي كتير ما بيعرفوش يعملوه. فانا حبيت اوريهم الفيديو ده هم واللي زيهم يعملوه. دلوقتي يا حبايبي اهو بالنظام ده اللبن اهو انا قلت لكم عليه ماشي. فانا جايبه شطه وملح، شطه وملح. الشطه عشان تحفظه، والملح طبعا لازم تحطي ملح، لان ما ينفعش تحطي اللبن دلع، ما ينفعش مبقاش مش. فانا حاطه ملح اهو، ممكن 4 معالق او 5 معالق اهو يا حبايبي. تحطوا كده بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي اهو يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد اهو. دلوقتي يا حبايبي انا قلبت ده اهو. بص بقى المنظر ده، ما حطيت عليه الشطه والملح بقى بالمنظر ده اهو، شبه ايه مش. ده لو قعد حتى للسنه ما جاتش لمته هيتقلب مش ايه لونه غامق اهو يا حبايبي. تعالوا بقى عندي هنا بسم الله الرحمن الرحيم. ده بتاع المش بتاع السنه اللي فاتت اهو. وبصوا ولا دوده ولا سوسه ولا اي حاجه من الحاجات اللي انتوا عارفينها اهي يا حبايبي. بنضيف ازاي اهو، لان انا حتى في حاجه بتيجي من عند دواء العطار، بيجي من عند العطار بتحط في شاشه وبيفضل بالنظام ده، شاشه نضيفه بيروح مربوط يفضل طول السنه، ولا سوسه ولا اي حاجه بنفس المنظر ده اهو. شايفين يا حبايبي؟ هوريكم بقى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي ما شاء الله بقى اهو. بصوا مجرد ما حطيت عليه بقى مش اهو. اشحال بقى او يقعد بقى شهر او شهرين كده هتلف ليه ايه جميل. وعلى الصيف بقى تاكلي كده مع ايه، مع قوطه وفلفل وبطاطس محمره والطحينه بقى.
واوعى وشك. بص يا حبايبي، الجبنه اللي انا كنت عاملاها برضه كايت في البيت اهي، مش جبنه فلاحين اللي هي الحسر، ده اللي انا عاملاها في الشاشه اهي يا حبايبي. لو بصيتها تلاقيها ناعمه اهي، اهي ناعمه من بره اهي، عاملاها لسه السنه دي، كنت حاطاها في شويه المش الصغيرين دول. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي اهي، اهي دي اللي انا عاملاه. اللهم صل على سيدنا محمد. وبصوا البطرمان يا حبايبي اهو، البطرمان اهو بالنظام ده. خليكم معايا يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصوا مش تقيل ازاي، حتى يوم ما عندكيش جبنه هتاكليه هو مع طحينه يبقى جميل. اهو يا حبايبي، لو انت زهقانه في يوم ولا حاجه، ممكن زهقانه من الاكل والكلام ده، هتطلعي لي حته طحينه وتعملي مع بعضه، هتاكلوا وتشبعي. اهو اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي يا حبايبي انا بعد ما عملته اهو اتعبيته ووريته لكم. طبعا انا وريتكم المش القديم، الحبه اللي كانوا عندي دول بيسموهم خميره، بيعملوا اللون ده، اللون اللي هو ده اهو. ده مجرد ما يقعد شهرين او يقعد مثلا عندك طول السنه، اتفرجي عليه بقى يبقى حاجه عسل، اتفرجوا عليه يبقى مش بقى عتيق. فيا حبايبي اهو، ممكن يا عيله صغيره واتفرجت على الفيديو هتتعلموا تعملوا. من العيله الاطفال الصغيرين بيحبوا يعملوا الحاجات دي. والله يا واشتريت لها كيلو مش قديم على 2 كيلو لبن وعملت الطريقه دي، مش هيتمنع من بيتك طول العمر. انت كل سنه تجددي وخلاص، كل سنه تجددي وخلاص. فانا عملته بالنظام ده. ده بقى بتحط مثلا ممكن في بلكونه، ممكن على رخامه وتغطيه كده بالنظام ده اهو يا حبايبي، بالنظام ده اهو. فانا حبيت اوريه لكم ويا رب يعجبكم، يا رب يكون فيديو خفيف عليكم كده وتتعلموا منه. اللي ما بيعرفوش يعملوه، واللي بيعرفوا بقى طبعا بيعملوه بقى عارفين بقى طول السنه. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وعلى فكره ما بتعملش غير في توبه وامشير، ده اللي بتعمل فيهم الحاجات دي. خلي بالكم من الحاجات دي، ما بتعملش غير في الشتاء. المش والجبنه يا جماعه ما بتعملش غير في الشتاء، لانه بيبقى دسم. ما بتعملش غير في الشتاء. انا بكرر الكلام على حيث الناس تبقى عارفه، ما تجيش واحده تعمل في الصيف وتقول انا عملته وطلع وحش. لا، في الشتاء بتلاقي اللبن جميل تعملي منه كل ما يخطر على بالك في الشتاء. وكل سنه وانتم طيبين وتعودوا لها بخير يا رب. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.